مساء النور. الاسم؟ أحمد خميس من الإمارات. أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. أنا أتمنى في يوم آكل أكل أم. أنتم يمكن ما تعرفون إن أنا فقدت أمي. سمعت كثير ناس يقولون إن أنا أتمنى ما يكون عندي أم، لأنها قاعدة تزعجني وقاعدة تقول لي كلام حرام علي يا أخي. أنا أتمنى بس أقوم الصبح أشوف تلفوني وألاقي رقم أمي مكتوب فيه. كل اللي راح أقوله إنه عيشوا مع أهاليكم كأنه آخر يوم لهم في الدنيا، لأنكم صدقوني راح تندمون. شكرا. ايه كوكي؟ انت فاقد امك؟ الله يرحمها. الله يرحمه. طول بعمر والدك. أنا أهلي كلهم توفوا. الله يرحمه. الله يرحمه. ازاي كلهم يعني؟ أنا عشت في ميتم. ما بتعرف اهلك؟ ما بتعرف اذا والدتك عايشه او لا؟ أحمد، أثرت فينا كثير وبعرف أن وضعك صعب جدا، وبرافو عليك أنك أنت واقف وعم تواجه كارثة ومصيبة بحياتك. أن واحد ما بيعرف أهله، ما عنده انتماء لحدا، هذا الشيء كثير 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 فظيع. أنا رح سهل عليك الموضوع، رح سهل علينا الموضوع لأن الموضوع قاسي. يعني أنا ما بدي يكون بلحظة إنسان ما عندي إنسانية. إذا ما صرت ممثل وإن شاء الله بتصير، شو ممكن تصير؟ شو بتفكر إنه أنا ممكن أكون؟ أنا بس حاب أقول شغلة. أنا من كنت صغير كنت مار في مسرح وطلبوني حق أنا بس جاوبني على شغلة، شو بدك تصير إذا ما كنت ممثل؟ ما أعرف. في قصة كان بده يحكي. أنا أقول ممثل. لحظة، شو عفوا؟ أنا من صغير وأنا كنت حاب أكون ممثل وبكون ممثل وما راح أوقف. تمام، معناتها أنت بدك تكون ممثل. احكي لي القصة اللي كنت بدك تحكي لي إياها أنت ومار عند المسرح، بس اقنعني لحتى نحط لك أوكي. تمام؟ إذا قنعتني أنا ححط لك أوكي وما حاستنى التصويت، أنا مني علي ححط لك أوكي. اقنعني. وأنا كنت ماشي أمر في مسرح في 2003 وطلبوا يمثل مشهد بسيط، فقلت له إن شاء الله أنا بجرب، لأن أنا ما كنت حابب التمثيل وأنا صغير، لأن أنا كنت كل ياهل لازم يقول أبغى أكون طيار. شو كنت حابب تكمل؟ كمل لي. انا بدي اسمع اخر جزء من القصه. كنت حابب تكون طيار. ايه كمل. كنت حابب أكون طيار. كنت حابب أكون يعني صغير. سموح لي. ما تعيط. كمل. لا ما بعيط بس لأنك رح اعطيك اوكي وبدك تكمل لي القصه. كمل لي القصه. بدنا نوقف كلنا، بدنا نوقف. يلا بدنا نسمع القصة. يلا اسمع القصه. قول يلا. رح نعطيك ستوب. بدنا نسمع القصة. يلا أحمد نحن أهلك. نحن حدا من أهلك. بعد ما كنت بدك تصير طيار؟ كنت ابغى اصير دكتور، ابغى اصير طيار، بس يوم طلعوني المسرح وقالوا مثل هالدور، مثلت هالدور، حسيت ان انا مو بخجول. يعني انا كنت كل يوم خجول، كنت كل يوم اجلس اخر الصف
وما اتحرك. يوم دخلت التمثيل اعطاني جرأة ان اتكلم مع كل الاشخاص، اقدر اقول كل شيء، اقدر اطلع عن حريتي، لان انا نفس ما اقول انا كنت خجول، ومن هنا بديت احب التمثيل واطلع واطلع واطلع. لو وقفت التمثيل ما اعرف شو راح يصير لي. حبيبي مبروك، مبروك ان شاء الله توصل معنا للنهائيات. برافو. شكرا.